هل ممكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي كمعالج نفسي؟ هل تقدر تفضفض لشات بوت زي ما تروح لطبيب نفسي؟ النهاردة هنتكلم عن فكرة غريبة بس مهمة جداً وممكن تغير شكل العلاج النفسي في المستقبل. الفكرة العامة، الفكرة إن بعض الناس بدأت تستخدم شات جي بي تي كنوع من الثيرابي، يعني فضفضة، تنظيم أفكار، وحتى محاولة لحل مشاكل نفسية. وده مش مجرد خيال، في أبحاث بدأت فعلاً تدرس العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والدعم النفسي. من الناحية العلمية، الذكاء الاصطناعي أي زي شات جي بي تي مبني على تحليل كم ضخم من المعلومات، وبيعتمد على اللغة والأنماط لفهم المستخدم والرد عليه. في علم النفس، الكلام والتنظيم الذهني Cognitive Structuring يعتبر أداة قوية جداً، وده ممكن يحصل جزئياً مع AI. الفوائد المحتملة: متاح 24 ساعة، سري وآمن نسبياً، مفيش حكم من الطرف الثاني. ممكن يساعد في أول خطوة إنك تعبر عن اللي جواك. ممكن يديك تمارين بسيطة زي التنفس أو الكتابة أو التأمل. لكن في أضرار واضحة. الذكاء الاصطناعي ما يفهمش المشاعر زي البني آدمين، هو بيتوقع مش بيركز على عمق المشاعر. ما ينفعش يعتمد عليه في حالات زي الاكتئاب العميق أو التفكير في الانتحار. ممكن يدي نصيحة غير مناسبة لحالة معقدة. مفيش متابعة حقيقية ولا تشخيص علمي. الرأي العلمي والأخلاقي، الأطباء النفسيين بيأكدوا إن الذكاء الاصطناعي ممكن يكون مكمل مش بديل، يعني ينفع تستخدمه كأداة مساعدة لكن ما ينفعش تعتمد عليه وحده. في الجزء الجاي هشرح لك خطوة بخطوة إزاي ممكن تستخدم جي بي تي بشكل مفيد وآمن لو عايز تساعد نفسك نفسياً بدون ما تعرضها للخطر.